أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض التقييمات الأسبوعية للأسبوع التاني. يلا بينا نبدأ. السؤال الأول، اكتب كلمة صح أو خطأ أمام العبارة. السؤال رقم 1، أصغر قارات العالم مساحة القارة القطبية الجنوبية. غلط طبعا، لأن أصغر قارات العالم مساحة هي قارة أستراليا، وأكبر قارات العالم مساحة هي قارة آسيا، فالإجابة هنا غلط. هتكتب بدل القارة القطبية الجنوبية هتكتب أستراليا. السؤال رقم 2، أقصى امتداد لقارة أوروبا بالغرب عند غرب جزيرة أيسلندا. صح، لأن احنا خدنا في الموقع الفلكي لأوروبا إن هي بتمتد من 25 غرب جزيرة أيسلندا. السؤال رقم 3، أكثر القارات اقترابا من قارة أنتاركتيكا. غلط طبعا، لأن قارة آسيا آخرها 10 جنوبا، يعني ملهاش علاقة أصلا بقارة أنتاركتيكا، وأقرب قارة لأنتاركتيكا هي قارة أمريكا الجنوبية. هتكتب بدل آسيا قارة أمريكا الجنوبية. السؤال التاني، من أمثلة الدول الجزرية جزر اليابان. فاكرين في آسيا اللي كانت على إيدك اليمين كده جزر اليابان، يعني في شرق القارة، فهنختار اليابان. 2، يحد أكبر قارات العالم مساحة من جهة الشرق. هي أكبر قارات العالم مساحة هي آسيا، وآسيا بيحدها من ناحية الشرق المحيط الهادي، وكذلك برضو أصغر قارات العالم مساحة هي استراليا، وبيحدها من الشرق نفس الكلام المحيط الهادي. الإجابة هنا هتكون المحيط الهادي. 3، أكبر الجزر التابعة لقارة أفريقيا تقع في نقط. الجزر اللي موجودة في أفريقيا زي جزر مدغشقر وجزر القمر، ودول موجودين في المحيط الهندي. الإجابة هتكون المحيط الهندي. 4، يقع البحر الكاريبي شمال قارة نقط أمريكا الجنوبية. السؤال ده حفظ. تمر دائرة الاستواء في الطرف الجنوبي من قارة نقط أمريكا الشمالية ولا أوروبا ولا آسيا ولا أستراليا؟ عشان تكونوا عارفين يعني ان دائرة الاستواء بتعدي في 3 قارات. اول قارة معانا هي قارة افريقيا بتعدي فيها من الوسط، والقارة التانية هي قارة اسيا بتعدي فيها في الجنوب، وقارة امريكا الجنوبية يعتبر ان دائرة الاستواء بتكون في الشمال. الاجابة هنا هتكون اسيا. السؤال الثالث، اجب عن الاسئلة الاتية. في اي القارات توجد كل ظاهرة جغرافية مما يأتي؟ بحر الشمال ده موجود في اوروبا، جزيرة تسمانيا موجودة في استراليا، وجزر القمر موجودة في قارة افريقيا، وشبه جزيرة المالايو موجودة في آسيا. 2، حدد أوجه الشبه بين قارة أوروبا وقارة آسيا من حيث الموقع الفلكي. هتقوله إن الاتنين بيقعوا في النص الشرقي للكرة الأرضية، وإن الاتنين كمان بتمر فيهم الدائرة القطبية الشمالية من جهة الشمال. يلا بينا نحل الامتحان التاني. السؤال الأول، اكتب كلمة صح أو خطأ. السؤال رقم 1، يحد خليج المكسيك قارة أمريكا الشمالية من جهة الشمال الشرقي. غلط طبعا، من جهة الجنوب الشرقي. 2، تعتبر روسيا وأستراليا من الدول التي لها مصالح في القارة القطبية الجنوبية. الإجابة هتكون غلط، هتشيل أستراليا وتكتب مثلا الولايات، فرنسا، إنجلترا، أي واحدة. السؤال رقم 3، يوجد في آسيا أكبر بحر مغلق في العالم. صح طبعا، اللي هو بحر قزوين. 4، يمر مدار السرطان بقارات آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. صح. أما بقى لو كان قالك مدار الجدي، لأن مدار الجدي بيمر في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. السؤال التاني، حدد سببا واحدا لكل مما يأتي. قارة أنتاركتيكا غير مأهولة بالسكان. أول حاجة إن القارة القطبية الجنوبية بتقع عند القطب الجنوبي، يعني عند أقصى جنوب الكرة الأرضية، والقارة دي متجمدة، فبالتالي أصبحت غير مأهولة بالسكان. هتقوله لأنها قارة متجمدة، وبالتالي أصبحت غير مأهولة بالسكان. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. السؤال رقم 1، يفصل قارة أستراليا عن جزر أندونيسيا بحر نقط أرافورا. 3، يعتبر أكبر محيطات العالم مساحة المحيط نقط المحيط الهادي. أكبر البحار المغلقة في العالم هو بحر قزوين وموجود في قارة آسيا. 5، تقع قارة آسيا شمال المحيط نقط الهادي ولا الهندي ولا الأطلنطي ولا القطب الشمالي؟ ركز في السؤال ده لأنه خبيث. هنا مش بيقولك بيحد قارة آسيا من الشمال ايه، لأ، هنا عايزك تقوله قارة آسيا كلها بتقع شمال المحيط نقط، يعني آسيا بتكون فوق وتحتها محيط. المحيط اللي تحت آسيا ده بيكون المحيط الايه؟ الهندي. يبقى قارة آسيا بتكون فوق والمحيط تحت. المحيط اللي تحت ده اسمه المحيط الايه؟ اسمه المحيط الايه؟ المحيط الهندي. يبقى بتقع قارة آسيا شمال المحيط نقط المحيط الهندي. 6، من قارات العالم القديم وتقع بأكملها في نص الكرة الأرضي الشمالي قارة نقط
آسيا ولا أمريكا الشمالية ولا أفريقيا ولا أوروبا؟ هتكون قارة أوروبا. يقع البحر الكاريبي شمال قارة نقط أمريكا الجنوبية. تمر الدائرة القطبية الشمالية بكل من آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. يلا بينا نحل الامتحان الثالث. المجموعة الأولى. أول سؤال معانا: حدد الدولة العربية التي تعد دولة جزرية. هي دولة جزر القمر. 2. دلل جغرافيا على صحة العبارة الآتية: تمتلك القارة القطبية الجنوبية بعض الخصائص التي تنفرد بها عن باقي قارات العالم. انت هنا هتذكر الخصائص بتاع القارة القطبية الجنوبية، زي ان القارة القطبية الجنوبية بتقع عند القطب الجنوبي، يعني عند اقصى جنوب الكرة الارضية. القارة دي متجمدة فبالتالي اصبحت غير مهؤولة بالسكان. ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ هو موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات أو قارات أو دول مجاورة. 4. ماذا يحدث إذا لم تتميز قارة أوروبا بتعرج السواحل وقصرة الجزر؟ هننفي الإجابة، يعني هناك كنا بنقول قيام المواني الطبيعية، هنا هنقول عدم قيام المواني. 5. قارن بين قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية من حيث الموقع الجغرافي. يعني هتقوله أفريقيا بيحدها إيه من الشمال وإيه من الجنوب وإيه من الشرق وإيه من الغرب، وكذلك أمريكا الجنوبية. أفريقيا بيحدها من الشمال البحر المتوسط اللي بيفصلها عن أوروبا، في الشرق اللي على إيدك اليمين المحيط الهندي والبحر الأحمر، في الغرب المحيط الأطلنطي. وأفريقيا ملهاش جنوب لأن القارة على شكل مثلث وبتلتقي مياه المحيط الهندي مع مياه المحيط الأطلنطي، فبالتالي القارة دي ملهاش جنوب. أما قارة أمريكا الجنوبية بيحدها من الشمال البحر الكاريبي، ومن الشرق اللي على إيدك اليمين المحيط الأطلنطي، ومن الغرب اللي على إيدك الشمال المحيط الهادي. المجموعة التانية: ما المقصود بالدول الجزرية؟ هي الدول اللي بتتكون من جزيرة أو أكتر أو قد تكون جزء من جزيرة. 2. ما العلاقة بين الامتداد الجغرافي للقارة القطبية الجنوبية والسكان؟ هتقوله أدى وقوع القارة القطبية الجنوبية في أقصى جنوب الكرة الأرضية أصبحت القارة متجمدة وغير مأهولة بالسكان. 3. ما مدى مصداقية العبارة التالية: يمر خط جرينتش ب5 قارات؟ العبارة غير صادقة لأن خط جرينتش بيمر في 3 قارات: قارة أوروبا وقارة أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية بس. 4. دلل على صحة العبارة الآتية: تعد قارة أستراليا جزيرة كبيرة. هنقوله بيحد أستراليا إيه من الشمال وإيه من الجنوب وإيه من الشرق وإيه من الغرب. من الشمال بحر أرافورا اللي بيفصلها عن جزر أندونيسيا، ومن الجنوب والغرب المحيط الهندي، ومن الشرق اللي على إيدك اليمين بيكون المحيط الهادي، كده بيحدها المية من كل الجهات. 5. دلل على صحة أو خطأ العبارة الآتية: يحد قارة أمريكا الشمالية أكبر محيطات العالم مساحة من جهة الشمال. العبارة خاطئة لأن أكبر محيطات العالم مساحة ده المحيط الهادي، والمحيط الهادي بيحد قارة أمريكا الشمالية من ناحية الغرب. المجموعة الثالثة: قارن بين قارة آسيا واستراليا من حيث الموقع الجغرافي. آسيا بيحدها من الشمال المحيط القطبي الشمالي، من الجنوب المحيط الهندي، من الشرق المحيط الهادي، من الغرب قارة أوروبا والبحر المتوسط والبحر الأحمر. قارة أستراليا لسه قايلينها: من الشمال بحر أرافورا اللي بيفصلها عن جزر أندونيسيا، من الجنوب والغرب المحيط الهندي، من الشرق المحيط الهادي. دلل على صحة العبارة الآتية: يمر بقارة أفريقيا 3 دوائر عرض رئيسية. أيوة، لأن بيمر في وسط قارة أفريقيا دائرة الاستواء، في الشمال بيمر مدار السرطان، في الجنوب بيمر مدار الجدي. ما الأثر الناتج على مرور الدائرة القطبية الجنوبية؟ الدائرة القطبية الجنوبية، لا، هو هنا في خطأ، هتكتب اللي هي القارة القطبية الجنوبية، إن هي أصبحت متجمدة وغير مهؤولة بالسكان. 4. دلل على صحة العبارة الآتية: تشتهر قارة آسيا بكثرة الجزر. فيها جزر اليابان وفيها جزر الفلبين، وفيها كمان أشباه جزر زي شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة المالايو. 5. دلل على صحة أو خطأ العبارة، يعني هتقوله العبارة دي صح ولا غلط. تشرف جميع قارات العالم الجديد المهؤولة بالسكان على المحيط الهادي. هنا بيقول لك قارات العالم الجديد المهؤولة بالسكان هم 3 المهؤولة بالسكان. قارات العالم الجديد المهؤولة بالسكان: أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا. ال3 دول بس. أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بيحدهم من ناحية الغرب المحيط الهادي، أما أستراليا من ناحية الشرق المحيط الهادي. وبكده نكون خلصنا حل أسئلة التقييمات الأسبوعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.